إنما مش محليها والتاتو مزودها جمال على جمالها وشياكتها، حلاوتها مفيش منها اتنين، عنيدة وكانت بتاكل كل علقة وعلقة وتكرر نفس الغلطة. كانت عيلة شقية وفتوة المدرسة وشخصيتها قوية، ما تعرفش معنى كلمة مستحيل، وبدأت حياتها ماركتينج ودخلت التمثيل صدفة، بيتوتية وملهاش في الرياضة، وحلم حياتها تبقى غامضة، أسرار محدش يعرفها عن الفنانة ريم مصطفى. يا ترى إيه أبرز أسرار حياتها؟ إيه حكاية التاتو اللي رسمة على كتفها؟ إيه قصة جوازها اللي ارتبط بيها وهي صغيرة؟ ليه عرضت أهلها؟ يلا بينا نعرف كل الأسرار في حياتها في الفيديو اللي معايا ده، بس خليكم متابعين للآخر. الفنانة ريم مصطفى اللي بان عليها العقل والحكمة والهدوء، وكل راجل يتمنى واحدة زيها، ما كانتش كده خالص وهي صغيرة، ده بالعكس كانت حتة عيلة شقية جدا، ومفيش حاجة تعدي عليها من غير ما تعمل مصيبة كبيرة لأهلها وتجيب لهم الكلام، مع العلم إن إخواتها البنات 3 وكلهم هاديين. ريم مصطفى ما طلعتش زي إخواتها البنات خالص، وبسبب كده أمها وأبوها عاشوا معاها أيام صعبة قوي، وكانوا طول الوقت قاعدين متوترين خايفين من المصيبة اللي ممكن تعملها، وده خلاهم يرنوها كل يوم علقة محترمة علشان ما تكررش نفس الغلطة تاني. وللأسف ده خلاها تعيش طفولة قاسية قوي عليها. رغم كل ده ريم كانت عنيدة وما بتحرمش علشان شخصيتها قوية قوي، وفي نفس الوقت اجتماعية، وكان عندها صحاب كتير في المدرسة، وهي كانت الفتوة بتاعة المدرسة. أيوة زي ما بقولكم كده، كانت مسيطرة على الكل، ولما تلاقي 2 متخاصمين تجمعهم في الفسحة وتصالحهم على بعض. ريم مصطفى كانت بتعشق التمثيل من صغرها، بس ما كانتش قادرة تعترف بالكلام ده قدام أهلها، علشان عارفة إنهم هيعملوا مناحة في البيت، علشان شايفين إن البنت اللي تدخل المجال ده مش تمام، وهم كانوا متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. وعلشان كده لما كبرت ريم ودخلت الثانوية العامة، كانت بتجتهد فيها وتذاكر كتير علشان تجيب مجموع كبير وتدخل إعلام، أهو يعني من ريحة التمثيل اللي مش قادرة تحققه. وقد كان أول ما اتخرجت من الثانوية دخلت كلية الإعلام، وكانت متفوقة فيها قوي، وفي الفترة دي اتعرفت على جوزها أبو أولادها واتجوزته وهي عندها 19 سنة. وبعد ما اتخرجت من الكلية قررت إنها تشتغل ماركتينج في شركة كبيرة، ومنها طلعت على دبي واشتغلت فترة هناك. مع كل اللي كانت فيه، ريم مصطفى ما كانش حلم التمثيل بيغيب عن بالها لحظة، بس كانت مضطرة تفضل ساكتة علشان عارفة رأي أهلها، وكمان هي دلوقتي ست متجوزة ومعاها ولدين، فاللي هو ههتم بيهم ولا بالتمثيل؟ وللأسف بعد كام سنة من الجواز حصلت خلافات بينها وبين جوزها، وانفصلت عنه وأخدت ولادها معاها. بعد ما رجعت من دبي كانت في يوم في عزا مع واحدة صاحبتها، فقالت لها إن أختها بتسألها لو هي عايزة تبقى مذيعة في أوديشن في قناة، فقالت يا ريت يلا بينا. ولما راحت تعمل أوديشن ما عجبهاش الموضوع علشان كانت عايزة تبقى ممثلة، وصاحبتها لما عرفت خدتها أوديشن لفيلم مع الفنان أحمد حلمي، ولما أهلها عرفوا رفضوا، بس هي عرضتهم وكملت مشوارها الفني. ريم مصطفى بيتوتية وملهاش في السهر وكمان الرياضة والجيم، بسبب إنها مشغولة بالتمثيل وأولادها، ونفسها تبقى غامضة وما تكونش صريحة زيادة عن اللزوم، علشان صراحتها زعلت ناس كتير منها. وعايزة أقول لكم إنها ما عندهاش كلمة اسمها مستحيل، لأنها لما بتحط حاجة في دماغها لازم تعملها. أما بقى عن التاتو اللي رسمها على كتفها وعامل قلق على السوشيال ميديا، لأنه عبارة عن جملة كما تدين تدان، فهي عملته لأنها مؤمنة جدا بالجملة دي في حياتها، وشايفة إن اللي بيعمل خير هيجيله خير والعكس بقى. إنما هي ما تقصدش بيه حد معين، بس اللي على راسه واضحة بقى يحسس عليها زي ما المثل بيقول.